كتشهي الطويجين ديال الكبدة ولكن كيجيك زفر وفيه الريحة قبيحة. اليوم عندي لكم الطريقة الصحيحة كيفاش كيطيبوا الطويجنات ديال الكبدة باش كتجينا الكبدة لذيذة وما فيهاش ريحة الزفارة. اول حاجه البنات، بالنسبه للمكونات عندي هنا الكبده، عندي واحد الربيطه ديال المعدنوس، يمكن لكم ديروا قزبور ومعدنوس مخلطين، عندي البصله وعندي مطيشه ثلاثه الحبات وجوج صوص ديال الثومه. بالنسبه للكبده البنات هنا كتشدوها كتغسلوها كتحيدوا هذوك الخيوط اللي كيكونوا فيها، كتحلوا القلوبه تحيدوا منهم الدم ديالهم. من بعد كتاخدوا كاسرونه اولا بريمه فين غادي تسلقوها، يعني بلاصه نتوما شوفوا الطويبه اللي كتسلقوا فيها، غادي تلوحوا فيها واحد نص معلقه ديال الملح وغتضيفوا فيها واحد المعلقه ديال الخل اولا غتضيفوا ظريف ديال الحامض. ما كانش عندكم الحامض اللي ديجا كيكون مصير داك الماء ديالو ضيفوه. المهم ضروري الخل اولا الحامض كديروها كتسلق مزيان متى كطيب وكتحيد ديك الكشكوشه ديالها، كتشدوها كتغسلوها مزيان كتشللوها وكتخليوها على جنب. كتبداو بالمكونات ديالكم، كتشدوا البصله كتقطعوها رقيقه، كنشدوا واحد الطويجين فين غنطيبوا اولا مقيله، كنحكوا واحد جوج ديال الفصوص ديال الثومه، الكميه ديال الثومه كتبقى حسب الرغبه. كنضيفوا واحد شويه ديال زيت المائده وممكن ديروا حتى زيت البلديه، ولكن انا غنضيف الزيت البلديه حتى الاخر حتى يطيب ليا الطويجين ديالي. من بعد كنديروا البصله ديالتنا وكنديروها تشحر لينا فوق البوطه. من بعد كنقطعوا الربيع، ومن الاحسن يكون ربيع طري. كنقطعوا الكبيدات بوحدهم والقنيصات بوحدهم وحتى القريبات بوحدهم، لان القنصه البنات تتشد لنا الطياب على الكبده. الا كنتو غتسلقوهم كتسبقوا القنيصات هما الاولين عاد تلوحوا الكبادي. انا هنا درت غير الكبده والقلب فقط. حتى فاش كنكونوا البنات باغيين نديروا الدجاج بالدغميره راه نفس الطريقه. الا رجعتوا للقناه الوصفات اللي حاطه من قبل راه غتلقاوني ديجا كنسلقها باش ما كتجيناش الدغميره فيها ريحه الزفاره. هنا عندي 3 الحبات ديال المطيشه غادي نقطعوهم هكا على شكل رقيق. اللي ما بغاش المطيشه تجي صاينه وباينه في الطويجين يمكن له يحكها، وممكن الا بغيتوا اللون اكثر ممكن تضيفوا واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك. انا البصيله درتها في الطويجين كتشحر، غنبداو بنات نحركوا فيها نوبه نوبه ونغطيو عليها، غنخليوها حتى تعرق الدبال وتنزل لينا، لانه الكبده عندنا طايبه مطيشه دغيا كطيب. البصله اللي غتشد لينا واحد شويه ديال الوقت. من بعد ما غتبان البصله ديالتنا البنات وغتولي على هذا الشكل نزلات ما كتبقاش قاصحه، كنضيفوا عليها الحبات ديال المطيشه وغنضيفوا عليها العطريه. بالنسبه للعطريه شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو راس معلقه ديال الخرقوم، واحد نقيزه ديال السكينجبير حيت مطيشه ما كتجيش مع السكينجبير، نص معلقه الكمون، راس معلقه البزار، معلقه التحميره والملح كيبقى حسب الذوق وحسب الرغبه. والربيع ديالنا اللي هو القزبر معدنوس غنضيفو كاع المكونات. غنضيفوا الماء من نص كاس حتى لكاس على حسب المطيشه ديالتكم كيف دايره. الا كانت مطيشه عندكم طريه دغيا غطيب، الا كانت شويه ديك المطيشه اللي كتكون بحال خضراء راه غتشد لكم الوقت في الطياب. كنديروا الطاجين ديالنا كيطيب، كنضيفوا الكبيدات وكنضيفوا معاهم الربيع من طبيعه الحال باش يطلق لينا النسمه، وكنخليو شويه للتزيين. ملي كنشوفوا الطاجين ديالنا قرب يطيب في هذه المرحله كنضيفوا طريفات ديال الحامض المصير اللي كيعطيونا واحد المذاق اللي هو لذيذ. كما كنعرفوا الاطباق المغربيه الحمض المصير شي حاجه اللي هي ضروريه. غنضيفوا واحد الرشه ديال الربيع وغتضيفوا الزيتون كتبقى على حساب شنو متوفر عندكم واي نوع. ما كانش عندكم يمكن لكم تستغناو عليه. انا هنايا درت الزيتون بلا عظم. نخلي الطاجين ديالي البنات يطيب حتى يوكح تبقى غير زويته. الا جاكم ناشف شويه زيدوا الزيت لانه الكبده كتبغي الزيت، غتزيدوا واحد شويه ديال الزيت وديروا مع واحد الطريف ديال الحار اولا هادو نويرات ديجا طايبين وكنديروه على هاد الطريقه. تنقصد زعما ديجا مخللين كنحطهم فوق الطويجين ديالي وكنخليه كيجي بحال ما هكا حتى كيتعلق وتيوكح. بالنسبه لكم اللي كنتو غتضيفوا الفلافل طريين كديرهم في الاول. جربوه وردوا عليا الخبار.